السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة في أكلة هنية مع ماما وسلمى هنعمل الكبد والقوانص. تعالوا بينا نسمي الله ونشوف مكونات وصفتنا النهاردة. بسم الله. ومعانا مكونات وصفتنا النهاردة. معانا طبعا كبد وقوانص، وانا طبعا انا بشوح الكبدة لوحدها، والقوانص طبعا يعني بحس انها بتبقى محتاجه مثلا سوا زياده، فانا بسويها برضو الاول لوحدها. بشوح الكبده وبعدين اسوي القوانص وبعدين اضيفهم بعد كده مع بعض. ماشي. ومعانا طبعا بصلايه كده انا مقطعه جوانح كده، ومعانا يجي 5 فصوص من الثوم، وكمان ادي ملح وفلفل وبهارات وكزبره وكمون. ماشي. ومعانا كمان خل هناخد منه اهو، ومعانا كمان ليمون. ودلوقتي نشوف هنعمل ايه. هجيب بوله وهنحط فيها طبعا الكبده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو حبايبي انا حطيت الكبده اهي في الطبق وعليها التوابل بتاعتي واقلب فيها كده. وطبعا هحط بقى حبه خل، وهحط كمان حبه كمون، حبه ليمون واقلب بقى حاجتي كده. انا طبعا بقى هسيبها شويه كده بتاع 10 دقايق كده، واروح على النار اولع على الطاسه اللي انا هحط فيها. ماشي. اهو حبايبي انا هقلبها كده. طبعا الكبده بتستوي على طول، وهحط مكان تسويح الكبده ده هحط البصلايه اللي هي بتاعت القوانص، وهسوي فيه يعني هشيل الكبده وهسوي القوانص دي مكان الكبده، بس هزودها ميه حبه ميه صغيرين كده بيغلوا، عشان انتوا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده القوانص بتاخد وقت شويه. طبعا انا بقى احط حبه ثوم اللي هو اللي كان مفروم ده اهو. حبايبي انا دلوقتي طبعا زي ما قلت لكم شلت الكبده، وبعدين حطيت مكانها بقى طبعا القوانص مع مع نص كميه البصل. ماشي. وطبعا دي بتستوي لوحدها لان انا بحس انها بتبقى نيه، يعني لو شوحتها مع الكبده كده مش هتنفع، فلازم بقى لوحدها كده. وبعدين انا هزودها حبه ميه صغيره، كل ما تحتاج حبه احط ميه بتغلي زي ما انتم شايفين كده. حبايبي بعد ما ضفت الميه اللي بتغلي اهو، انا هسيبها بقى تستوي، وكل شويه يعني ان انا هزودها برضو حبه ميه بتغلي زي ما قلت لكم يعني لحد ما تستوي معايا، وبعدين اضيفها على الكبده بقى. ماشي. اهو حبايبي بعد ما سويت القوانص بصوا بقى البصل اتكرمل فيها وبقت عامله ازاي. طبعا مش هقول لكم الريحه ما شاء الله ما شاء الله، ريحه جميله جميله. طبعا انا هضيف عليها بقى الكبده اللي انا شوحتها الاول، واقلبهم على بعض واوريهم لكم طبعا طبق التقديم اهو. نقلب بقى برضو، نقلب بقى مع بعض كده اهو حبايبي. بعد ما خلصنا الكبد والقوانص انا طبعا عملت جنبها مكرونه اللي هي الحلزونه دي، وجربوها بطريقتي، واذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.